أغنية اوعى تقول لحد كسرت الدنيا ولا ايه؟ الحمد لله، هي اول مم. مره اول خط درامي انا اعمله، والحمد لله رب طب العالمين. نسمع منها حتة. طب. اوعى تقول لحد عاللي انت عملته فيا، اوعى تقول لحد ان انت لعبت بيا، وان انت كسرتني وعرفت تذلني. انت كسرتني وعرفت تذلني، وان انا حبيت في واحد عمره ما حبني، وحياتي اللي بينا لازلك مش هضعف ولا اتذللك. ما عادش في حياتي فاضلك غير جرح ومرار وعذاب. اياك تفتكرني بسيبلك، ده انا بكتب وراك واحسب لك، هجمع ده كله وقابلك، ده فاضل ما بينا حساب. انت صوتك لايف احلى من ممكن اقول حاجه حضرتك من بقى؟ السي دي ده بجد، وحياة ربنا ممكن اقول حاجه حضرتك بقى؟ صوتها فظيع. انتوا سمعتوا الاغنيه بتقول ايه؟ اوعى تقول لحد على اللي انت عملته فيا. اللي هي الاستاذه اللي بتقول لك ان انا سرقت التيك، الاغنيه دي بتاعتي وهي سرقاها وغيروا الكلام. هي الاغنيه اصلا بتقول اوعى اجيب لك فرد، تجيب لي بندقيه. خدت الكلام، خدت الكلام حضرتك. بص حضرتك، يعني اوعى اوعى تجيب لي فرد، جيب لي اوعى حد تجيب يقول لي كده. فرد، لا اجيب لك بندقيه. كان طب كلامها هي كده. بتقول اوعى تقول كانت حاجة. كلامها غنى بص كده. حضرتك بس، واللي ما اوعى تعرفوش الابله اوعى تجيب لي فرد، اجيب لك لا اجيب بندقيه لك بندقيه. خدتها عملتها بندقية. اوعى تقول لحد. يبقى مين الحرامي؟ يعني ايه اللحن قصدك؟ اللحن والكلام حضرتك. كلام لا ايه اللي جاب الكلام لا. الفرد يا فندم والبندقية؟ اوعى تقول لحد. لا الكلام اللحن لا. هي خدت بس خدت الكلام، اللحن غيرت بس. الكلام، غيرت اللحن بس حضرتك. اه واللي ما تعرفوش الابله انا رافع قضيه، وهي عليها؟ عارفه الكلام ده. عليها؟ وكلمت محمد عبد المنعم لا قال لي انتوا انا مش ماليش صحاب، دعوه. ده انا جايباكوا ورفع عشان عليها وهي صحاب. عارفه الكلام دوت. انتوا صحاب؟ لا اللي انت ما تعرفوش اساسا بقى ان انا 3/4 الوقت انا وسعد في نائر ونقير بينا. ايه ده ده كل الناس فاهمه ان لا انتوا لا اخوات. لا 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 طالما بقى حضرتك هو كده بقى، لا 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 طالما حضرتك لا طالما لا باين لا. انت الحتة من دي. هنا مش جواكي مش حلو. انا ليه انا مش قالت انا حرامي. ليه مين ليه الحرامي ناس دلوقتي؟ طلعت مين الحرامي يا جماعه دلوقتي؟ ليه ناس طلعت مين لا الحرامي؟ ممكن لو سمحت مفيش الفاظ طب ما ليه يا تتقال، فندم؟ مفيش طيب الفاظ بس هي تتقال قالت في البرنامج. الاول، لو سمحت، مش قالت انا سرقت لو حضرتك غلط سمحت حرامي؟ على اي فكرة. ضيف عندي لو سمحت ما يتهزقش. طب ما قالت علي ان انا حرامي من حضرتك، ما فضلك اتكلمتيش انا ليه انا ما حضرتك؟ قلتش حاجه يا قالت سعد. ان انا ما حرامي. الكلام ده في المونتاج ما ماشي قالتش ليه؟ كده. طب ما قالت حرامي. لا لا أنا لا ما ما قلتش قالتش كده. كده. ما امال قالتش قالت ايه يا كده. فندم؟ لا ما قالتش كده. هي قالت ان هي الاغنيه كانت موجوده وان المنتج خلاك تغنيها معاها. ما قالتش انك لا سرقت حاجه. شال صوتي، راح الاستوديو شال صوتي. شال التراك، حط صوته. بتقول ما قالتش انك سرقت سعد حاجه انت ولا- بتزعق ولا- ليه دلوقتي حاضر يا اساسا؟ فندم انا اهو انا عايزه اقول لك على حاجه. الاغنيه دي بتاع انا اتفضل يا عايزه فندم. اقول لك على حاجه، انت ليه قلبتها كده؟ يعني انا مش فاهمه بس يعني. انت في الاول قلت حرامي. لا الحرامي يا انت عم انا ما قلتش حرامي. حاضر. هو انا قلت حرامي؟ اوعى تقول لحد على اللي انت عملته فيا، اوعى تجيب لي فرد، لا اجيب لك بندقيه. كلام اتسرقت دي ولا ما اتسرقتش يا جماعه؟ يا عم انت وما رضيتش اتكلم عشان خاطر طب محمد عبد نهدي الدنيا المنعم. بقى. طيب امينه بتقول ان في خلافات بينكم طول الوقت. يعني قولي خلاف منهم. هقول لك هي موضوع، اتكلم بصراحه ولا؟ بصراحه هو اسمه بصراحه. هي هدى انت عارفه هدى المطربه ولا ايوه حضرتك مش عارفة؟ طبعا عارفاها كويس. صاحبتي. ادي كل الموضوع. فايه فممكن امينه تكون متضايقه مني عشان كده، بس غير كده لا. هو ده الخلاف؟ بس هو ده الخلاف؟ مثلا انا وهدى مثلا خلصنا شغل نشرب مثلا عصير في مش عارف فين، هي تعرف انتوا كنتوا قاعدين. سعد انت بتتكلم الكلام ده بجد؟ على فكره انت غلط جدا. ده البرنامج ده صح. طب ايه حضرتك يا دكتور؟ لا طبعا. قولي لا طبعا خلاص الكلام ده قولي غلط. قولي الكلام ده غلط خلاص. انا بحب الناس كلها على فكره. طيب انا حاسس طب قولي لي جوايا ايه الخلاف؟ البرنامج ده طب الصراحه. انت زي ما انت قلت هي تقول ايه بس. ايه كان الخلاف يا امينه بينك مفيش وبين خلاف بيني وبين سعد غير يعني الناس بتيجي توصل كلام. تتكلموا لا على بعض يعني؟ لا هو بيوصل كلام مثلا. اتكلم يعني بقى ايه بصراحة. كلام اتكلمي بصراحه. ما أتكلم انا عايز بصراحة. اتكلمي بصراحه. اتكلمي بصراحه. بص يا ريم، انا الناس بتيجي تتكلم معايا تقول لي مثلا ايه، سعد كنت انت مثلا في الفيلم الفلاني، فسعد وقف مثلا قال لك لا الفيلم لا ما تعملوش. بغير منها فاهمه؟ بالرغم من ان انا اسمع من جهه تانية دي فلانه قالت لا يا انا يا انت، ده فلان قال ده انا يا انا يا انت. هو انا مش أنا رغم ان انا لو دخلت اي فيلم اي مسلسل اي حاجه اقسم بالله ما ببصش غير لمين امينه وفين امينه على الورق. لا بصيت مره فلان انا قريت او في فلانه. قريت في جورنال من كذا يوم ان انت كنت مترشحه الفيلم وانت موجود في نفس الفيلم
وهي امينه اعتذروا لها بعد كده وفهمت ان انت اللي مشيها. لا ما حدش بس هو اعتذر لي، محدش انا اللي اعتذر. اعتذرت. هي اعتذرت عشان اعتذرت نبقى مرتين. المره وبوسي في الاولانيه الفيلم دي اللي ده حصل. بوسي في على حد فكرة في يا جماعة. الفيلم، عشان نبقى صراحه مع بعض، في حد في الفيلم يعني حصل مشكله. انت امينه ليه لا، قاعد تهز رجلك ومتوتر ما انا كده؟ انا عشان على بتقول فكره كلام مفيش مش حد عشان تبقى فاهم يعني والله أنا العظيم صريح على فكرة. ورحمه انا ابويا ما مفيش فهمتش حد- دلوقتي، هي مشيت عشان بوسي؟ نعم فندم. مشيت عشان بوسي؟ لا مش امينه، لا طبعا لا، اعتذرت عشان- هي اعتذرت عشان امينه. ايه اعتذرت؟ هي حاجه هي تقولها. اولا بص يا ريهام، اول مره انا اعتذرت عشان انا كنت حامل. واستنيناكي بصح تاني ولا لا؟ مرة؟ قولي بقى الحق ربنا. اوكي. استنيناكي ولا لا؟ أوكي. عشان يبقى احنا عايزينك. اوكي. بص حضرتك، انت قلت لي انا عايزك. بس قلت لي واستنيت، كده. عارفه حضرتك قد ايه؟ طلع لغايه ما ربنا كرمها وولدت تمام التمام، وربنا رب اكرمها. طب من اذا مش الفيلم- انا بقى سعد السبب. سعد انا هكلمك بقى من الاخر وبكل صراحه. اتفضل يا فندم. معلش انت بتقولي ان ده يعني معلش يا ريهام، في حاجات ما ينفعش تتقال وفي حاجات بتتقال. انت سعد بتقول انا كنت عايزك. انا يا فندم انت طبعاً. كنت عايزني. وهف- طيب انا من جوه الفيلم بقى يا سعد، ومش عاوزه اقول مين بالذات لان انا مش عايزه اوقع الدنيا في بعضيها. قالوا ان هو ماشي؟ مش عايزك. انت اللي مش عايزني ماشي. وهم اللي بص الايام هتثبت ان مين؟ الناس دي هجيبهم لك كده لحد عندك، والناس دي تقف قدامك مواجهه. وانا تحت امرك. ماشي. اتكلمت حضرتك عشان طالما بقى صراحه بصراحه. بصراحة. طب ليه اللي قالك مش عايزك ده قالك ان سعد مش عايزك ليه؟ قال أنا- لي أنا اللي مودي لها أنا السيناريو كنت البيت يا فاتحة فندم. سيزيريان. قال لي سعد الصغير بيقول ان انت على عكاز. انت تفتكري ليه سعد ما يكونش عايزك وهو اللي واخدك فيلم قبل كده؟ ما اعرفش اساليهم هم بقى. انت وحصل اسالهم. خير يا فندم. ما انت عارف كل حاجه. انا اسف، حصل خير. انا اتكلم بقى 5 دقايق يا فندم. انا اول مره هي تسمع الكلام ده في فيلم يا فندم، كان ولاد البلد. انا قلت انا مش عايز امينه، وانا بنتي السبب، وبقول لك قدام الناس كلها انا كنت السبب. ليه؟ ان انا قطعت عيشي. ليه؟ اتخانقنا. ما انا بقول لحضرتك انا صريح اهو. ليه ما انا حرام اقول عليك لحضرتك تعمل ايوه كده؟ حرام، واعتذرت مش لك. حصل خير، كان ليه؟ شارع ليه الهرم. كان عملت شارع كده يا الهرم. سعد؟ هقول لك اللي ليه؟ حصل. ما انت احلى حاجه ان انت تعرفي ان انت غلط وتعترفي. واليوم ده اللي انت ما تعرفوش بقى، اصل انت كده هتخليني افتكر حاجات انا مش عايزه افتكرها. لا، أنا عايزك لا بصراحه تفتكري. حاجه أنا مجرحه عايزك جدا ان تفتكري. حد يقف في اكل عيش حد بصراحه. ده اللي حصل. ماشي. انا رحت اول يوم التصوير كمان. ماشي. وحصل لواحده صاحبتنا ظرف. ماشي. وخدت شنطتي والستايلست كانت بتاخد هدومي. ايه دي؟ طب ايه دي؟ لا ما تعيطيش لا اصل هو هيفكرني بحاجه انا مش حابه ان انا افتكرها. ماشي. عشان انا ما عملتلهوش حاجه، ما عملتلهوش حاجه اصلا. لا بصراحه الوقفه في اكل العيش ده حاجه وحشه قوي بصراحه. هو دلوقتي هيخليني انا افتكر الحاجه دي. لا، ما في أي- اول يوم اي حاجه بتتعمل في حد رحت تصوير، بتترد له يعني. جالي مره واتنين، ده مش هو، جه مره واتنين وتلاته، والرابعه رحت اول يوم تصوير بشنطه هدومي. واحده صاحبتنا حصلت لها ظروف في اسكندريه، راحت اسكندريه وغيروني. برضه بسببه؟ لا دي ما كانتش بسببي. هو في شارع الهرم. ما كانتش بسببي. انا صريح. انا من اول الفيلم. طب انت بتغير منها يا سا؟ مش بغير منها حضرتك، انا بتكلم بصراحه. بتغير منها؟ بص حضرتك، انا يعني يعني ده اللي حصل بمرض الله. انا اتخانقت معاكي او حصل مني مشكله، فقلت لعم احمد انت صبحي ما بتحبهاش يا سا يعني. كل اللي حواليه بيقولوا لي كده. مفيش حد بيحب حد. والغريب ان انا لما بشوفه بيضحك في وشي وانا بنساله. مفيش حد يحب حد يقف في اكل عيشه ابدا. ممكن يكون كده انت مفيش قبول، مش قابلها. مش معنى ان فنان ما بيحبش فنان ان هو يقف في اكل عيشه. انا مش شايفه ان دي حاجه تنفع يعني. لان الواحد المجتهد اللي بيبقى عايز يطلع، بيبقى الواحد عايز ياخد بايده ويطلع بيه، مش يقف في اكل عيشه ابدا ويعمل فيه كده، خصوصا لو زميل مهنه. دي حاجه انا بحطها في منتهى سابتني يعني وراحت